وجود الدم بالإدرار هل هو شيء خطير؟ هل يجب القلق عنه وكيف متابعته؟ أنا دكتور علي عبد الرحمن طباخ، اختصاص دقيق في أمراض وغسيل وزراعة الكلى، عيادتي في مستشفى مهرباني. وجود الدم بالإدرار هو شيء غير طبيعي ويجب التحري عنه وجعل الفحوصات الضرورية واللازمة. الدم في الإدرار ممكن يكون أسبابه كثيرة، بدءا من الكليتين والحالب والمثانة وانتهاء بالبروستات والإحليل. ممكن هذا الدم يكون أسبابه كثيرة، ممكن وجود رمل أو التهاب أو حصى في المجرى البول، ابتداء أيضا من الكلى والحالب. أسباب كثيرة أخرى لوجود الدم بالإدرار ممكن تكون أمراض مناعية ويجب التحري عنها. احنا نرسل بعض الفحوصات المهمة للتحري عن نوع هذه الكريات الدم الحمراء الموجودة داخل الإدرار. ممكن أن ترى بالعين المجردة أو عن فحص الميكروسكوبي للبول. فلهذا يجب معرفة سبب هذا البول الذي يحتوي على إدرار وتشخيصه وعلاجه حسب نوع المرض اللي يعاني منه المريض. بعض الأحيان نصل إلى فحوصات دقيقة مناعية، وبعض الأحيان أيضا نصل إلى فحوصات خاصة بالكلى، بياخذ خزعة من الكلى وإرسالها الفحص النتيجي والكشف عن نوع المرض اللي مسبب لوجود دم في الإدرار. بعض الأحيان نرسل المريض إلى أشعة أو مفراس أو سونار لكشف هل يوجد حصوة أو ورم أو أي سبب ظاهر في المجرى البولي. وإن شاء الله عند اكتشاف هذا الموضوع يكون العلاج سهل ومتابعة بسيطة، وإن شاء الله الصحة والسلامة لجميع مرضانا والشفاء التام. وشكرا. میهرەبانی دڵسۆزی و لێزانی